السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ورجعنا بفيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن ساعة مميزة جدا في السوق وهي الاكس 9 برو 2. طبعا لو كلنا عارفين او كلنا واخدين بالنا من الساعات المنتشرة جدا في السوق، وهي ساعة الالترا على جميع انواعها. يعني هتلاقي شركات كتير بتنزل من الساعة دي او الشكل ده، وهي يعتبر هي بداية انتشار الساعات دي في السوق. فلو انت زهقت من شكل الالترا ده وعايز تغير لشكل مثلا زي السيريس 9 بتاع ابل، فهنبص النهارده لساعه مميزه، وساعه برضه انا ببقى شايفها مميزه جدا في الايد، وبرضه بتبقى مميزه للبنات او لاي حد هتلاقي معصم ايده صغير. يعني لو هتبص هنا مثلا في ساعات الالترا بتلاقي ناس معصم ايديها صغير، فمش بتبقى لطيفه او شكل بيبقى كويس او احسن حاجه. فسيريس 9 دي بتبقى انا شايفها اصغر شويه وبتبقى مميزه في الايد اكتر. فلو هنبص هنا للاكس 9 برو 2 زي ما قلنا، طبعا من W&O، وبيقول لك بقى بعض المميزات زي مثلا الجي بي اس والان اف سي، وبيقول لك هنا ان الشاشه اموليد. وطبعا لو هتبص في العلبه من هنا هيقول لك ان هنا اسم الساعه، وهنا برضو بيقول لك عن بعض الحاجات الموجوده في الساعة. وهنا طبعا بيقول لك ان الساعة 45 ملي على عكس الساعات التانية اللي موجودة 49 ملي. ولو هتبص هنا هيقول لك هنا باللون الروز. انا حبيت اجيب اللون ده، شايفه لون مميز جدا. طبعا مش هيبقى اولادي لكن هو اللون مميز. وهنا بيقول لك ان الساعة 45 ملي. تعال بقى نفتح العلبة كده او محتويات العلبة ونشوف موجود فيها ايه. هنا طبعا هيقول لك ان الساعة موجودة، وهنا زي علبة تانية، وهنا بيقول لك طبعا اللي ده مفروض ضمان، بس طبعا ما تحطش في دماغك حوار الضمان والكلام ده كله. وهنا هيقول لك ده الشاحن زي معظم الساعات العادية. وهنا الاستراب هنا هتلاقيه بنفس اللون اللي احنا اخترنا بيه الساعة. وهنا هتلاقي الكتالوج بتاع الساعة. ولو جينا في الناحية التانية هنا هيقول لك ان الساعة بتاعتك موجودة هنا. لو بصينا وفتحنا الساعة من هنا هتلاقي الساعة جاية لك بالشكل ده. انا بصراحة شايفه شكل مميز جدا. لو هتبص هنا مقارنة بالالترا هتلاقي هنا الالترا اكبر شوية. يعني لو بصينا هنا كده شوية هتلاقي الالترا اضخم او اعرض شوية. ولو هتبص للشاشة فالفرق مش كبير قوي، لكن زي ما بنقول ان هنا دي 45 ملي على عكس دي هتلاقيها 49 ملي. فخلينا في الساعة بتاعتنا. اول حاجه هتبص للساعه هتلاقي الشاشه هنا ايدج كده بسيط موجود في الاطراف في الساعه. ولو هنبص برضو في الجناب هنا هتلاقي عندك زرار الباور او البقره، وهتلاقي هنا عندك مايك، وعندك زرار هنا بنستخدمه لعده وظائف او كذا حركه. يعني ممكن نبقى نجربها اثناء ما نشغل الساعه. ولو هتبص من الناحيه التانية عندك هنا هتلاقي السماعه الخارجيه، ومن فوق هنا هتلاقي طبعا مكان الاستراب، ومن تحت نفس الحكايه. طبعا بص من ورا برضو هتلاقي نفس الساعات العاديه. هنا هتلاقي عندك الزرارين بتوع الاستراب، وهتلاقي عندك هنا المستشعر بتاع ضربات القلب والكلام ده كله. لو هنبص لحاجه مختلفه شويه هتلاقي في الساعات الالترا كانوا بيتكلموا حوار المسامير ومش المسامير. هنا مفيش حوار المسامير والكلام ده كله على عكس الساعات الموجوده او الساعات الالترا اللي موجوده. فلو هنبص برضو هنا ليه حاجه انا شايفها مميزه جدا، وهو اللون. انا مش عارف اللون باين عندكم اللون الروز ولا لا، لكن اللون ده انا شايفه مميز جدا. لو بنت هتشتري الساعه فانا شايف اللون كويس جدا. لو هنيجي بقى نفتح الساعه كده ونشغلها، بسم الله. طبعا انا بنصح اي حد بيجي يشتري الساعه دي سواء شاريها هديه او لنفسه يجرب يفتحها قبل ما يشتري الساعه، علشان طبعا مهما كان الساعات دي مش براندات، يعني مش حاجه لو حاجه باظت فيها تروح توديها التوكيل والكلام ده كله. فلازم تصلحها او لازم تفتحها عند الراجل اللي بتشتري منه الساعه علشان تبقى ضامن ان الساعه شغاله. فلو هنبص كده لاول حاجه للشاشه، عايزين بس نقرب الشاشه شويه. لو هنبص للساعة او لالوان الساعة فالشاشة هنا انا شايفها ممتازة جدا. حرفيا اللون بتاعها انا باصص للكاميرا وباصص للساعة، فالكاميرا ظلمة الالوان بتاعت الشاشة. الالوان بتاعتها ممتازة، الالوان متشبعة، الالوان قوية. فلو هنقارنها برضو بساعة زي مثلا ما كانت موجودة الاتش كي كنا بنقول الالوان بتاعتها نقية وقوية جدا. لو هتبص هتحس ان الارقام هنا او اللون هنا
اقوى حاجات بسيطة، بس الالوان بتاعتها جميلة جدا وممتازة، ودي حاجة من الحاجات المميزة في الساعة. ولو هنبص بقى للحاجات المعتادة الموجودة في الساعات، هي هتبقى تقريبا زي الالترا. لو هتضغط هنا زرار الباور، طبعا هنا هتلاقي عندك القايمة، ممكن تطلع وتنزل ببقرة الباور عادي مفيش مشكلة. وكل ما بتضغط ضغطتين بتلاقي عندك القايمة بأشكال تانية. تضغط ضغطتين تانيين هتلاقي بالشكل ده. وبرده زي ما قلنا بتستخدم البقرة ممكن تحركهم. وزي ما قلنا فاحنا لو هنخلي اللون ده علشان اللون ده رايق مع الهيكل بتاع الساعة، فانا شايفها كويسة جدا. ولو هتنزل من هنا هتلاقي الاشعارات لو انت رابط الساعة بالتليفون، وهنوريكم برضو ازاي بتربطها بالتليفون. تطلع لفوق هتلاقي عندك القايمة هنا طبعا بتضغط على البلوتوز علشان لو عايز تربطها بالتليفون بتاعك. ولو هتضغط هنا ده الكشاف، لو مثلا في حتة ضلمة ولا حاجة بتشغل الكشاف. وهنا لو عايز تقفل الساعة، وبرضو هنا ده الإضاءة بتاعت الساعة، فانت بتشوف الاضاءة المناسبة ليك. وهنا التحكم بالفيديو، يعني لو بتتفرج على فيديو طبعا بدل ما تمسك التليفون وتقعد تحرك الفيديو، لا هنا ممكن تجري الفيديو او ترجعه او تغيره، ممكن تعمل له لايك، توطي الصوت، تعلي الصوت، الكلام ده كله. هنا الحاجات بتاعت المستشعر النظر، او ان الساعة لو انت باصص لها بتلاقيها نورت معاك. يعني لو الساعة احنا عاملينها كده المفروض الساعة بتلاقيها قفلت، مجرد ما تبص للساعة بتلاقي الساعة اشتغلت، ودي موجودة في معظم الساعات عادي. ولو هتبص هنا بقى الصوت وعدم الازعاج هنا. ولو هتبص لحاجات تانية مثلا زي البطارية او توفير الطاقة، فهتلاقي حاجات كتير او حاجات موجودة في معظم الساعات. طبعا هنا بيقولك لو عايز تقفل الساعة مجرد ما بتضغط على الزرار ده، طبعا مش بتعرف ولا تطلع ولا تنزل ولا اي حاجة. عشان ترجع تاني بتضغط على زرار باور 3 ثواني، هتلاقي الساعة فتحت عادي مفيش اي مشكلة. لو هتيجي بقى من الشمال كده هتلاقي هنا بيقولك السيريس، وهتلاقي حاجات زي مثلا المشي اللي انت مشيته او الحركة والكلام ده كله. ولو هنلغي من هنا ونيجي نمشي من اليمين، برضو هتلاقي عندك الحركات اللي انت اتحركتها والمشي. وهنا هيقول لك مثلا نمت قد ايه والنوم العميق والكلام ده كله. وهنا هيقول لك عن قياس القلب. وطبعا هنا لو بنشغل موسيقى ولا حاجة، وزي ما قلنا هنا بتاعة تشغيل الفيديو. وبرضو هنا لو عايز تضيف اي حاجة مثلا ممكن نختار مثلا اضافة، وتختار مثلا لوجين الدم مثلا وتتك اوكي، هنا بتلاقيها بقت معاك في القائمة. وبرضه هنا مجرد ما بتضغط على زرار باور، او مش بتضغط بتلف زرار باور، هنا بيجيب لك حاجات تدخل سريع، يعني معدل ضربات القلب مثلا، لو عايز هنا الطقس، لو عايز هنا اتحركت قد ايه، مشيت قد ايه، قعدت قد ايه، والكلام ده كله. هنا برضو لو عايز اللي هو بتاعت النوم العميق والكلام ده كله. وهنا لو عايز تخش في السيتنج والكلام ده كله، فبرضو دي حركة كويسة مش موجودة في معظم الساعات. ولو هنضغط بقى على زرار باور هنا هيجيب لك القائمة اللي فيها كل حاجة في الساعة، يعني كل حاجة في الساعة تلاقيها موجودة في القائمة الداخلية هنا. يعني الطقس، الساعة، المنبه، الاتصال، الموسيقى، ضغط الدم، اكسجين الدم، الكلام ده كله. هنا مثلا الاتصال، هنا بيقول لك المكالمات الفائده، جهه الاتصال، لوحه الاتصال، لو عايز تتصل مباشره من الساعه عادي مفيش اي مشكله عندك. فكل حاجه هتلاقيها موجوده زي ما موجوده في معظم الساعات. وزي ما قلنا هنا الساعه فيها حاجات كتير ممكن تستخدمها، فالساعه انا شايفها ممتازه جدا. ولو هنيجي مثلا للسيتنج هنا بيقول لك مثلا حاجات زي مثلا عدم الازعاج. وهنا مثلا زي العرض والسطوع بتخش عليها بتجيب لك كل حاجه عن الشاشه، مثلا مده بقاء الشاشه، او ممكن الوقت اللي انت بتشغل فيها الساعه. مثلا لو هنختار 20 ثانيه، في حاجات كتير هتلاقيها كل حاجة موجودة في الساعة زي أي ساعة. هنا برضو لو عايز تعمل كلمة مرور للساعة أو باسورد عشان محدش يقدر يخش على الساعة بتاعتك. وفي حاجات كتير زي ما اتفقنا. وهنا ساعة بجانب السرير، يعني مجرد ما انت بجانب السرير وانت مثلا جايب الشاحن بتاعك اهو، مجرد ما تحطها كده بتلاقي الساعة قلبت معاك اكنها منبه، على اساس يعني اللي انت هتشوف الساعة ومش هتشوف التليفون بتاعك بس. يعني كحاجة كشكل انا شايفها كويسة جدا وشكلها مميز.
وبرضه عايزين نتكلم ان الشاحن هنا الشاحن كويس، يعني مش بيفك بسهوله، الماجنتيك بتاعه كويس جدا، فدي حاجه انا شايفها برضو كويسه. ولو برضو هنتكلم ازاي تربط الساعه بتاعتك بالتليفون، هنزل لكم فيديو انا كنت منزله قبل كده نربطه بالفيديو، لانه هو نفس الابلكيشن ونفس كل حاجه، فما فيش اي تغيير. وبس كده، دي معظم الحاجات اللي موجوده في الساعه. زي ما قلت لكم كل حاجه موجوده في الساعه زي غيرها، مفيش اي اختلاف. وطبعا عندك هنا سيريز، بس طبعا لازم تربط الساعه بالتليفون. فانا شايفها الساعه مميزه جدا وكويسه جدا. تعالى دلوقتي نربط الساعه بالتليفون. طبعا اللي احنا عملناه في الالترا ده اللي انا هنزله قبل كده، هو اللي ممكن تربطه في البرو، فما فيش اي مشكله. دي بقى البرنامج الوير فيت برو، زي معظم البرامج الموجوده على الساعات السمارت. هنا اول حاجه هيقول لك الحاجات الاساسيه عندك، اللي هو انت مشيت قد ايه، حرقت كام كالوري، والنوم بتاعك سواء نوم عميق والكلام ده كله، وعندك صحه القلب وضغط الدم والاكسجين في الدم والكلام ده كله، مفيهوش اي مشكله. لو هتيجي هنا في السبورت، فهنا بيقول لك على الدورات اللي انت ممكن تعملها مع نفسك، سواء جري او ضغط، حاجات كتير بقى انت ممكن تمشي عليها. كمل البرنامج بتاعنا. هنا هنخش، هنا هيقول لك انك رابط مع تليفون، مفيش اي مشكله. وهنا لو هتبص هنا في السمزات بتاعتك، وللاسف في سمزات كتير بفلوس، وفي برضو مجاني، واللي انت عايزه بقى تختار. يعني مثلا لو عايز تثبت سيم او عايز تعمل اي سيم، تيجي مثلا على تركيب وتضغط هنا تركيب، هتلاقي تلقائيا الساعة هنا تعمل زي لود او لودنج علشان تحمل السيم اللي انت عامله على التليفون. لو بصيت هنا هتلاقي السيم بتاع الساعة اتغير، وعندك اشكال كتير جدا ممكن تغير بيهم الشكل بتاع الساعة بتاعتك. طب لو انت عايز تعمل سيم متغير او السيمات اللي هي بالصورة بتاعتك، بتيجي هنا عند اخر حاجة وتعمل تحرير، وبعد كده هنا بتختار اي صورة مثلا انت عايزها. لو مثلا اختار صورة زي دي مثلا وتعمل اوكي، وبتختار من هنا نلغي دي مثلا، وتختار من هنا الاسلوب، يعني بتختار شكل الساعة او طريقة الكتابة. مثلا لو هنختار دي، بعد كده الموقع بتاعها عايزها فوق تحت ايا كان، وبعد كده بتعمل تركيب، مفيش اي مشكلة عندك. لو بصينا هنا هتلاقي عندك السيم بتاعك اتغير بالصورة اللي انت حابب تحطها. حاجة برضو حبيت اوضحها علشان الناس اللي لسه اول مرة تشتري الساعات دي، سواء الالترا او الساعات البرو عادي. فلو عايز تربط الاستراب بتاعك، بتلاقي عندك هنا في 3 نقط سودا، وفي هنا نقطتين سودا ونقطة سيلفر. فانت بتاخد ال3 نقط، ومن ناحية البكرة هنا بتدخل الاستراب بتاعك هنا، بتلاقي الساعة ربطت معاك، مفيش اي مشكلة. وبرضو الناحية التانية في ال3 نقط السودا من تحت، وبتنزل كده وهتلاقي الساعة ربطت معاك، مفيش اي مشكلة. برضو عايزين نجرب الساعة في ايدينا علشان الناس تشوف الفرق ما بين الساعة دي والساعة اللي احنا كنا قايلين عليها الالترا. لو بصيت كده هتلاقي الساعة بالشكل ده. فالساعة انا شايفها مميزة جدا، واللون بتاعها زي ما قلنا اللون بتاعها كويس، والساعة كحجم كويس جدا او كويسة جدا على الناس اللي معصم ايديها صغيرة. البطارية هنا بتشحن في حوالي ساعة ونص لساعتين الا ربع. وطبعا الساعة هنا بتقعد حوالي 3 ايام استخدام متواصل. فنقطة برضو عايز اتكلم عليها، وهي لما تيجي تشحن الساعة يفضل تستخدم راس الشاحن بتاعك تكون بطيئة، يعني مش الشاحن السريع، علشان ما يخربش الساعة. وبرضو ما ينفعش تسيب الساعة على الشاحن وتنام، لازم يفضل ساعتين بالكتير قوي وتشحنها. فدي بس بعد الحاجات المهمة اللي عايز اقولها في استخدامك للساعة. ده كان فيديو بسيط لساعة الاكس 9 برو 2. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.